مرحبا بكم، مرحبا بكم مع معرفة الحق. نعم، معرفة الحق بالعقل، معرفة الحق بالعلم. للعقل دعنا نحتكم بحياد، متقبلين الحق دون عناد. أما انحيازك للصواب فإنه عنوان فهم وافر ورشاد. فاسمع لصوت العقل فيك، وعندها تلقى الحقائق تنجلي وتنادي. القرآن يبين لك أن حدوث الساعة متحقق كتحقق الأمر الذي وقع. إذن التعبير بالماضي هنا له حكمة. وماذا يفيد ذلك؟ التعبير بالماضي ليؤكد أزلية الحدوث. الرؤية في المنام ليست حاضرة الآن، فكيف يعبر عن المستقبل بالماضي؟ في هذه الحلقة نلتقي حول جملة من الأسئلة، جملة من المزاعم، جملة من التشكيك حول زمن الفعل في القرآن الكريم. نعم، حول زمن الفعل في القرآن الكريم. قالوا إن زمن الفعل استخدامه جاء غير منضبط بقواعد الأزمنة اللغوية المعروفة في اللغة العربية ودلالة هذه الأزمنة على الماضي والحاضر والمستقبل، وإنما كما يقول بعضهم فيه اضطراب. كيف؟ ولنسمع بداية هذه الآية من القارئ الكريم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا مشهد قد مضى، هذا حدث قد مضى، وجاء في صدر الآية الفعل الماضي فلما بلغ، ثم يقول بحدث المضارع بحدث الحاضر إني أرى في المنام. الرؤية في المنام ليست حاضرة الآن، إنما هي وصف قد مضى. فلما يأتي القرآن بصيغة المضارع ليدل بها على وصف الماضي؟ هذا سؤال وجيه. إنما القرآن حين يريد أن يستحضر إلى الذهن هذا الحدث في صورته التي كانت تحدث، ويستحضر هذا الماضي البعيد ليكون حاضرا واستحضار الصورة الذهنية القديمة، فيأتي بالفعل المضارع. وهذا بيان عظيم في أنه يريد أن يستحضر لك الحدث والصورة الذهنية للحدث وما كان في الحدث من أحداث. إني أرى في المنام أني أذبحك. وماذا يفيد ذلك؟ يفيد أنه ينتقل بنا، القرآن ينتقل بالعقل، ينتقل بفكر الإنسان إلى هذا الماضي، كأني أعيش أحداث الماضي، كأني أصبحت جزءا من هذا الحدث، أنا أرى بنفسي. وهذا من قمة البلاغة، وهذا من قمة البيان، وهذا من قمة ربط الإنسان بهذا الحدث وبصورة ذلك الحدث. إذن التعبير في هذه الآية إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إنما لاستحضار الصورة الذهنية حاضرة، ولربط الإنسان وجعل الإنسان جزءا في داخل الحدث حتى تعيش تأملات ذلك الحدث ونتائج ذلك الحدث وكل ما يتعلق بذلك الحدث من مشاعر وفكر وعقل واستنتاج إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك نأتي إلى آية أخرى يستخدم فيها القرآن الكريم كان التي تفيد الماضي، لكنها لا تدل على الحاضر، لا تدل على المستقبل. يعني يقول كان في المدينة رجال هنا، كان في المدينة حكام هنا، كان في المدينة قصور.
هذا في الزمن الماضي، أنا أتحدث عن الزمن الماضي. لكن حين يقول ربنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حين يقول ربنا وكان الله بكل شيء عليما، كان والآن، ماذا عن الله في المستقبل؟ ماذا عن الله؟ أخي الكريم، أخي في الإنسانية، إن حكمة الباري في هذه البلاغة الربانية حين يعبر عن هذه الحقائق الأزلية فيعبر عنها بهذه الكينونة: كان ولا يزال وإلى يوم القيامة إلى أبد الدهر بكل شيء عليما. لكن التعبير بالماضي، اسمع، ليفيد، ليؤكد أزلية الحدوث، ليفيد أزلية الحدوث، أزلية هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى. فتجد كثيرا في القرآن: وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله كذا، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم. إذن التعبير بالماضي هنا له حكمة. في مجال آخر، انظر كيف يوظف القرآن الكريم الزمن لهذه الدلالات التي يريد أن يظهرها القرآن الكريم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الحديث ليس عن أمر مضى ولكن عن يوم القيامة. فكيف يعبر عن المستقبل بالماضي؟ أتى أمر الله، أمر الساعة، فلا تستعجلوه. كيف يعبر القرآن الكريم عن المستقبل بالماضي؟ إن القرآن يريد أن يفيد الإنسان بحقيقة مؤكدة بأرقى أنواع التأكيد، وهو رؤية العين في الأمور التي حدثت بين يديك، أنت تراها، أنت تعيشها. فحدوث ذلك المستقبل، حصول ذلك المستقبل، وقوع ذلك المستقبل، إنما هو في حكم الأمر الذي تحقق أمامك وأمام عينيك وبين يديك. فأمر الساعة إنه مثل هذه المشاهدات التي تمت ورأيتها وتحققت. فإن كنت تشك في الشيء الذي تحقق عندك وتأكدت منه وحصل أمام عينيك وبين يديك فشك في الساعة. وأنت تتأكد من الأشياء التي رأيتها ليس مع العين أين، وحدثت وتأكدت لديك. تأكد لديك أنك أنجبت إنسانا مثلا، أنجبت طفلا، هذه حقيقة، هذا شيء قد حدث، تراه بعينك بين يديك، أنت عشته واقعا. فالقرآن يبين لك أن حدوث الساعة متحقق كتحقق الأمر الذي وقع، ولا مراء فيه ولا جدال فيه. القرآن يريد أن يعطي أعلى درجات التأكيد للحدوث، للأمر الذي في المستقبل، ليكون في حكم الذي وقع وتحقق في الماضي. فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا بيانه. إنها عظمة ليست شبهة، لكنها بيان وبلاغة وعظمة وحس لغوي مرهف، ولكن هنا مهمة: وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. شكرا لكم. إن في ذلك لذكرى